هل ينجح المنتخب المغربي في حسم التأهل من الجولة الثانية؟ أم تصنع عمان المفاجأة الكبرى في كأس العرب؟ طارق السكتيوي يؤكد أن الفوز على جزر القمر كان دفعة معنوية قوية، لكن مواجهة عمان تحتاج تركيزا أعلى ومسؤولية أكبر. المدرب يشدد على أن المجموعة تمتلك الجودة والرغبة، والهدف واضح: الفوز ولا شيء غيره. من جهته، يرى أنس باش أن المنتخب العماني رغم خسارته أمام السعودية قدم أداء قويا، ما يجعل المواجهة أصعب مما يتوقع الجمهور. المغرب مطالب بالانضباط التكتيكي واستغلال الفرص، خاصة وأن الضغط النفسي الآن أعلى من الجولة الأولى. 90 دقيقة قد تحدد مصير الأسود في كأس العرب، فهل يواصل المغرب طريقه بثبات نحو اللقب؟ أم تكون لعمان كلمة أخرى؟